عندي خبر. عندك خبر؟ اي طبعا. وانا جايك المستشفى وقايل لك ان احنا بنطلع عبد اللطيف ونراقبه. اي بس خلاص يا ابو هباش الله يهداك. المفروض اذا جاك عبد اللطيف تعامله معامله زينه لكن بحذر، علشان عبد اللطيف يحس انه هو بعيد عن الشبهات، يتصرف على راحته، يسرح ويمرح على كيفه ليه ما يطيح بشر اعماله. انا ما بداني اكل اصلا. يعني احنا اللي اكلنا. اعذروني يا اخواني يبا اعذروني، انتوا تعرفون الوالد الله يهداه. دام ان ابوك حجر لهذه الدرجه، ايش حقه عزفت عندك في البيت؟ يبا انت فاهمني غلط وفاهم الدنيا غلط يبا. الوالد ما يهمه الاكل، الوالد كل يوم ما يتغدى ولا يتعشى الا وياه 50 نفر، لكن الوالد يهمه مستقبلي، مصلحتي تهمه. هو يوم سمع حسنه على بال احنا قاعدين نلعب، علشان كذي دخل علينا متضايق. لا والله. اسكت لابس الكرسي. اسكت. المهم ما علينا، خلونا بالاهم. ايش عندك؟ سيارتي تقطع، ايش رايكم نطلع كرباح خط السفر؟ هذاك اول ولا الحين حامض على بوزك؟ وليش الحين حامض على بوزي؟ الحين حاطين الكاميرات، انت عديت ال100 ولا ال120 ما توصل بيت الا التلفون يرقع. الله التلفون يرقع بالبيت؟ لا ويقولك الو يا الاخو تغى عليك مخالفه، راجعنا باجي بالمخفر. والله لهالدرجه الدنيا تطورت؟ اي عايش شلون؟ خلاص من باكر بخلي ابوي يوصل الخدمه هذه بالبيت. قهوتك عامرة. ولا اله الا الله. ولا اله الا الله يا ابو هباش. بالذكرى لا اله الا الله. لا اله الا الله. كذي ماخذ 3 شاليهات بالخيران. 3 شاليهات بس يا ابو هباش. اقول لك شيء ما تعلم احد. قول. تصدق من دخل هالقهوه هذه شريت لي عماره بطرف الشارع منه. ايه لا وشريت بعد قطعه ارض بطرف الشارع منه. كل هذا طلع القهوه واكثر يا ابو هباش. اكثر ما شاء الله. خير سليمان فيدني وانا اخوك فيدني. انا حاضر انت تامر يا ابو هباش. ما يامر عليك عدو. تكفى يا ابو سليمان تنصحني فيدني وجهني خلني اصير تاجر قهاوي مثلك. ولا بيني وبينك ترى انا بالليل طقت شبني من محلي هذا ما يدخل شيء. انا حاضر ابى اعلمك بوجهك واخليك تعوض كل اللي ما فاتك، بس على شرطك على العين والراس. عامر ابيك تزوجني اختك. انا موافقه اني اتزوج ابو سليمان. يا شيخ الله يهداك، وسليمان متزوج قبلك 9 اشهر 20 100 ما يهمني، المهم الحين على ذمته كم مره؟ ولا واحده. خلص معناها يعني راح يعيش لي بدلال، وبعدين ابو سليمان الله مرحي عليه، يعني زواجي منه ما راح يكلفكم شيء، بالعكس راح يغنيكم. تكفى يا اخوي وافق. يا بنت الناس بيتزوجك مؤقت وبيطلقك وبيهدك مثل ما حد غيرك. انت مالك شغل، هالموضوع هذا يهمني انا، يخصني انا واخوي، انت مالك شغل، انت غريبه عنه. الله اكبر عليك، الحين انا صرت غريبه؟ الحين انا صرت ما بمصلحتك؟ انت مالك شغل، سمعتي ولا لا؟ مصلحتي انا ادرى فيها. سمعت اختك شو تقول يا ابو حباش؟ ما تحكى ما تقول شيء. شكو انتوا اعطيتوني فرصه على
سنة تتكلم. صدقني يا اخوي، صدقني هذه سوسه تفرق شمل الاحباب، لا تسمع كلامها. الله اكبر عليك يا شيخو، الحين انا صرت سوسه، صرت سوسه، ما تحكي يا ابو عباس ما تقول شيء لها. عيب هالكلام يا شيخة. لو هي سوسة مثل ما تقولين كان احنا دروس يعوروني. هذه مرت اخوك الغالية، سلحتي تبي مصلحتك. تبي مصلحتي؟ طاق تبي مصلحتي. لو المتقدمني واحد فقير كان وافقت، ايه بس هي محترمه، ليش اللي متقدم لي غني بيعيشني احسن منكم. ها شيخة ايش هالكلام هذا؟ شنو جرت على اخوك؟ استحالك، استع على وجهك، ايش هالكلام هذا؟ استوعي بس. ايش فيكم يا جماعه؟ ايش السالفه؟ ايش فيكم اصراخكم شايل باكر وراي مدرسه بنام؟ والحين يا اخوي ايش قلت؟ بتوافق ولا لا؟ انا اقول ما يوافق. وانا اقول بيوافق وبيوافق وبيوافق، وبشوف كلامي في هالبيت اللي بيمشي ولا كلامك يا غباش. ايش في يا عمتي؟ روح نام يلا. عاد هذه حاله يا ربي، هذه حاله، الواحد صار شطوله ولحد الحين تزفونه وتهاوشونه. ايه شو تقول انت؟ شو تخربط؟ يلا يلا فارج يلا يلا. زين يلا تصبح على خير. ابو حباش، يا ابو حباش طيع شوري، دير بالك تطاوعها، ترى ذنبها في رقبتك. مو انا بصراحة ببتلش. اختي من صوب وابو سليمان يلح عليه من صوب ثاني. بس يا عمتي، بس يا عمتي تكفى لا تبكي، ترى والله الحين ابكي وياك. شو اسوي هالطاش؟ مو بايدي، مو بايدي، حالتي طبعا الكافر، والله الطوافله والتحجة كان بجد وياي الحين. زين انت يا عمتي، عمتي اذا تزوجت ابو سليمان تشتري لي سيكل مقدونس دبابه، انا مستعد اوقف وياك حتى الرمق الاخير يا عمتي. بشتري لك، بجيب لك قزوز ودبابه بقزوز وكل شيء اللي تبيه، بس اتزوج. خلاص يا عمتي خلاص، ما دام تبي تشتري لي سياره بقزوز دبابه او سيكل بقزوز دبابه خلاص اعتبري نفسك تزوجتي ابو سليمان. ايه اختك شيخة مو في وعيها، تبي تتزوج وبس. بالنسبة لابو سليمان تعذر له بأي سبب. مو اذا تعذرت له ما راح يساعدني انا. يساعدك ايش عليه؟ عشان تبيع المحل وتفتح بداله قهوة؟ قايلت لك من زمان مو موافقة يعني مو موافقة. ليش بلا سكتي؟ خلطة بيطة مرة ثانية، ردينا الموضوع مرة ثانية، يبقى انا ادري بمصلحتي، ادري. شو اسوي فيك عيل؟ خلاص على العموم اذا انت ما تبي تزعل ابو سليمان مثل ما قلت لك تتعذر له بسبب قوي عشان ما يزعل منك. سبب قوي؟ ايه يعني شلون سبب قوي؟ انا بقول لك. الناس الناس الناس